بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مرحبا بكم في مطبخي. واش راكم البنات؟ نتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة. جبت لكم اليوم وصفة المحاجب بأسهل وأسرع طريقة، دون دلك دون عجن، والنتيجة روعة. من اليوم بربي إن شاء الله راح تولي بروفيسيونيل في المحاجب. هيا شمري على ذرعيك وهيا روحوا للكوزينة نديروا الوصفة. عندي لهنا 2 كيلات سميد رطب وكيلي بالكيلة اللي حبيتي. نزيد لهم 2 كيلات ماء دافي ونخدمهم بالميكسور. دوك نزيد الملح ونلمهم بالفرينة، نقعد نزيد في الفرينة حتى نتحصل على عجينة طرية. هاي العجينة لهنا راهي تلمت لي، نلمها هكذا شوية بلا ما نعجنها، وندير يديا في الزيت ونكربحها كيما موالفين نديرو المحاجب. نجيب بلاطو ندهنو بالزيت ونحط فيه الكويرات تاوعي، بعد ما نكربحهم كامل ندير لهم الزيت من فوق ونغطيهم بساشي اون بلاستيك ونخليهم يروبوزيو. بالنسبة للحشو أنا لهنا درت كتشوكة عادي. بعد ما ذبلت البصلة زدت لها حوالي 2 حبات طماطم مرابيين، دبشة والثوم، ملعقة طماطم مصبرة، ودرت لها التوابل كزبر فلفل كحل فلفل أحمر حار وحلو، بلا ما ننسى الملح، وخليتها تطيب حتى تنشف من لاصوص. بعد ما استراحت العجينة تاعي دوك نجي نحلها. نجيب ورق الطهي نفصلو على شكل مربع، ندير فيه شوية زيت، نحل العجينة تاعي كيما موضح في الفيديو. بعد ما نحلها ندير فيها شوية زيت هكذا باش تجيك مورقة، نحط الحشو تاعي لهنا في الوسط ونسكرها ونهزها بورق الطهي ونطيبها. المحاجب تاعي راهم واجدين امامكم، جاو يشاهو، شهيتكم في الجنة ان شاء الله، جاو خفاف ومورقين، نتمنى انك تجرب بهم. بهذه الطريقة ان شاء الله راح تولي بروفيسيونيل في المحاجب. نتمنى ينالوا اعجابكم. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.